بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم شيماء مصطفى. هنبدأ إن شاء الله النهاردة درس جديد هنتكلم فيه عن حروف الجر، بس احنا هنتكلم النهاردة عن الجزء الخاص ببارا اي بور. امتى استخدم بارا، امتى استخدم بور؟ هنعرف النهاردة إن شاء الله، وهنعرف الفرق بين استخدام الاتنين، وبرضو معانا تطبيقات نقدر من خلالها نفهم أكتر الفرق ما بين بور اي بارا. ولو في حد بيختلط عليه الأمر في استخدامهم يتابع معانا الفيديو إن شاء الله النهاردة علشان تستفيدوا. وما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة اسباني بالعربي. ونبدأ بقى درس النهاردة ونقول حروف الجر. لاس بريبوسيسيونس. هنتكلم قلنا أول حاجة عن بارا وبور. طب بارا يعني لأجل، استخدمها امتى؟ أولا لو حبيت أعبر عن هدف أو الغرض من الفعل، أنا دلوقتي بعمل فعل، إيه الهدف منه أو الغرض منه؟ يبقى ساعتها هستخدم بارا. بقول إيه؟ he venido para estudiar no para jugar. أنا جيت أو لقد أتيت للمذاكرة وليس للعب. يبقى الهدف من إن أنا جيت إن أنا أذاكر مش ألعب، يبقى ساعتها هستخدم para. he venido para estudiar no para jugar. طب مثال تاني para llegar ahí، عشان توصل هناك tienes que girar a la derecha. يبقى من أجل الوصول لهناك للمكان دوت يجب عليك أن أنت تتجه يمينا. خلاص كده، يبقى علشان أوصل لازم أعمل كذا. يبقى الهدف أو الغرض من الفعل لازم أستخدم معاه para. طب أمام المفعول الغير مباشر، يعني إيه مفعول غير مباشر؟ يعني هو المفعول اللي بيستفيد من الفعل بس بصورة غير مباشرة. يعني مثلا بقول إيه؟ أنا بشتري هدية لوالدي. بشتري هدية هنا ده مفعول مباشر، لكن لوالدي هو استفاد من الفعل بس بطريقة غير مباشرة، يبقى هو هنا المفعول الغير مباشر. فمثال هنقول ايه؟ este regalo no es para ti es para Juan. الهدية دي مش عشانك، الهدية دي عشان خوان. يبقى ساعتها لازم استخدم para، لان تي هنا بقت مفعول غير مباشر، فقلت ايه؟ este regalo no es para ti es para Juan. طيب بتعبر عن الاتجاه. يعني ايه الاتجاه؟ يعني انا دلوقتي بقول القطر دوت طالع من هنا رايح مدريد، يعني الواجهة بتاعته مدريد، خارج من هنا اخره مدريد، الواجهة بتاعته مكان اللي رايح فيه مدريد، مش بيعدي على مدريد، لا ده هو هيوصل لحد مدريد. فهنقول ايه بقى؟ بيردون este tren va para Sevilla. يعني معذرة، هذا القطار بيذهب الى اشبيلية، يعني بيخرج من هنا الواجهة بتاعته اشبيلية. طيب بنقول بنعبر عن الوقت بيها برضو ازاي؟ بنقول ايه؟ لو انا دلوقتي حددت وقت معين عاوز فعل معين ليه بستخدم para. ازاي؟ بنقول necesito el coche listo para el domingo. علشان يوم الحد انا محتاج العربية جاهزة. يبقى necesito el coche listo para el domingo، يعني احتاج السيارة جاهزة لأجل يوم الحد. طب ممكن نقول ايه تاني؟ para mañana للغد او عشان بكرة او من اجل بكرة. haced estos ejercicios، يعني اعملوا التمارين دي. انا اديتك تمارين تعملها، بقولك عشان بكرة اعمل لي التمارين دي، يبقى para mañana haced estos ejercicios. طيب ممكن تعبر عن وجهة النظر بالنسبة لي او من وجهة نظري، في حاجة بتعجبني ما بتعجبنيش او بقول اي رأي ليا، فبستخدم ساعتها para mí el deporte es importante. para mí el deporte es importante يعني بالنسبة لي الرياضة بتكون مهمة. طيب دي كده استخدامات para. لو هنقولها تاني بتعبر عن الهدف او الغرض من الفعل. he venido para estudiar no para jugar. para llegar ahí tienes que girar a la derecha. أمام المفعول الغير مباشر este regalo no es para ti es para Juan. عن الاتجاه لما نقول ايه؟ perdón este tren va para Sevilla، يعني طالع من هنا لحد سيبيا. بتعبر عن الوقت لما نكون حددنا وقت معين محتاجين فيه فعل معين، فبنقول ايه؟ necesito el coche listo para el domingo. para mañana haced estos ejercicios. طب ممكن تعبر عن وجهة النظر زي para mí el deporte es importante. طيب كده الجزء المتعلق ببارا. هناخد بعد كده بور، وبعد كده ناخد بعض الأمثلة اللي هتخليني أفرق أكتر ما بين الاتنين. بنقول بور يعني بواسطة أو بي، فبنقول إيه؟ بتستخدم للتعبير عن السبب. no llegamos a tiempo por culpa de Luis.
احنا موصلناش في الموعد بسبب لويس، بذنب لويس هو اللي اخرنا، فبسببه احنا موصلناش في الموعد. يبقى هنا عبرت عن السبب، فبنقول ايه؟ no llegamos a tiempo por culpa de Luis. طيب lo detuvieron por robar en un banco. هم قبضوا عليه بسبب السطو في بنك او على بنك، بسبب التهمة انه في سرقة بنك، فبسبب التهمة دي هم قبضوا عليه. يبقى هنا في سبب خلاهم عملوا الفعل ده، يبقى هنا هستخدم بور. lo detuvieron por robar en un banco. طيب بتعبر عن الوقت ازاي؟ بنقول ايه؟ se echa la siesta por la tarde. هو بياخد القيلولة بتاعته بعد الظهر. بعد الظهر هنا بقت بور لا تاردي. هل انا حددت ساعة في الظهر؟ لا. فما اتكلمت عنه بصيغة عامة يبقى اخد بور لا تاردي، بور لا نوتشي، بور لا مانيانا. لكن لو قلت مثلا ان هو بياخد القيلولة بتاعته دي من 11 الساعة على 11 على الساعة 11 بور لا تاردي، او سوري الساعة 12 بور لا تاردي، 12 بور لا تاردي، يبقى ساعتها مش هتنفع اقول بور لا تاردي، غلط، هقول دي لا تاردي. هقول ايه؟ 12 دي لا تاردي. لكن بور لا تاردي هنا ادتني معنى عام، في اي وقت في الظهر هو بياخد القيلولة بتاعته، 1 2 12 براحته، بس ما قاليش الساعة كام. زي ما بقول برضو بور لا مانيانا، بور لا نوتش. طيب بتشير الى المكان وليس الاتجاه، زي بارا بقول ايه؟ بيردون است ترين باسا بور مدريد. لو قلت است ترين باسا بور مدريد يعني معناها ان القطر ده رايح في حتة بس هيعدي على مدريد، يعني هيعمل ترانزيت كده في مدريد، ماشي طريقه، وجهته مش مدريد، هو هيعدي عليها في طريقه، فباسا بور. لكن لو قلت بارا مدريد يعني هو طالع من هنا لحد مدريد. اوكي، ممكن اقول ايه بقى كمان؟ عنده بورلاكاي. عنده بورلاكاي يعني انا بتمشى في الشارع، ماشي في الشارع، عنده بورلاكاي. طب عاوز اقول اتنزه في الحديقة، تبقى بور الخردين، بور الباركيه، بور الكامبو، في الحقل. يبقى لو جالي الصيغة ديت لازم اخد بور. طيب يشير الى الوسيلة المستخدمة، يعني ايه؟ بقول تيلو مانداري بور فاكس، انا هبعتهولك او ارسلهولك بالفاكس. انا كاتب خطاب وعاوز ابعته، هقول هبعته بالفاكس، يبقى ساعتها لازم اخد بور. طب بقول ايه؟ بور تليفونو، بيتحدث في الهاتف، يعني بور تليفونو، دي وسيلة اهي. طيب انترو بور لا بويرتا يعني انا بدخل من الباب، دي برضو وسيلة، انا داخل من الباب. الباب بالنسبة لي كده وسيلة دخول، فانا بقول ايه؟ انا بدخل من الباب، يبقى بور لا بويرتا. طيب ايه كمان تأتي بمعنى بواسطة؟ هي معناها بواسطة او بي. طب هنقول ايه؟ esta película ha sido dirigida por Luis Costa. الفيلم ده من اخراج لويس كوستا، يعني لويس كوستا هو اللي اخرجه. خلاص كده، يبقى ساعتها لازم نقول بواسطة لويس كوستا، يبقى ساعتها بور لويس كوستا. يبقى هذا الفيلم من اخراج لويس كوستا، يبقى ساعتها لازم نقول بور. خلاص كده. طيب نقول بور تاني. لو حبيت ان انا اعبر عن السبب no llegamos a tiempo por culpa de Luis, le detuvieron por robar en un banco. تعبر عن الوقت se echa la siesta por la tarde. siesta هنا يعني القيلولة في فترة الظهر عامة. perdón بتعبر بقى عن المرور او الاتجاه. perdón este tren pasa por Madrid يعني القطر ده هيعدي في طريقه على مدريد. عنده بور لاكاي ماشي في الشارع. بيشير إلى الوسيلة المستخدمة زي تيلو مانتاري بور فاكس، بور تليفونو، انترو بور لا بويرتا. طيب ممكن تيجي بمعنى بواسطة، هو اللي عمل الشيء دوت، فهنقول ايه؟ esta película ha sido dirigida por Luis Costa. دي كده كان الفرق ما بين استخدامهم نظري، امتى استخدم دي وامتى استخدم دي. تعالوا بقى نشوف بعض التطبيقات اللي تقدر توضح لي اكتر. بقول ايه؟ para quién es esto، من اجل من هذا، يبقى ده لمين؟ يبقى ساعتها لازم استخدم para على طول، para quién. طب es para mí هرد بالدالية، يبقى es para mí. طيب adiós y gracias por todos، مع السلامة وشكرا على كل شيء. شكرا على كل شيء بتتقال por todo، مش para todo، لا por todo. يبقى adiós y gracias por todo، شكرا على كل شيء، مع السلامة وشكرا على كل شيء. طيب para qué quieres el dinero، لأجل ماذا تريد المال. في الأول قلنا para quién، هنا اهو para quién es esto، لمين دوت، فخدنا para. طب لو حبيت أسأل عن شيء بقى مش إنسان، فبقول إيه؟ para qué quieres el dinero، لأجل ماذا تريد المال، عاوز الفلوس عشان إيه؟ فهيقول لي الرد بتاعه بقى أي حاجة.
طيب بعد كده في مثال تاني بنقول ايه؟ este autobús pasa por la plaza mayor. هل الأتوبيس ده هيوصل أو هيمر بالميدان الرئيسي؟ هل سيمر هذا الأتوبيس بالميدان الرئيسي؟ ساعتها لازم استخدم بارا. لازم استخدم بور، انا اسفه، لازم استخدم بور، لان انا هنا بقول ايه؟ الاتوبيس ده بيمر بالميدان الرئيسي، بيمر بيه، مش نهايته في الميدان الرئيسي. طيب vendré mañana para ayudarte. انا جاي بكره عشان اساعدك. الغرض هنا والهدف ان انا جاي عشان اساعدك، يبقى ساعتها لازم اقول ايه؟ para. vendré mañana para ayudarte. طيب yo compré un libro por solo 30 euros. انا اشتريت كتاب ب30 يورو بس. الفلوس هنا كانت الوسيلة بتاعتي، يبقى لازم استخدم بور. يبقى انا yo compré un libro por solo 30 euros، يعني انا اشتريت كتاب ب30 يورو فقط. طيب ماريا واحدة اسمها ماريا، بالنسبة لها لي جوستا باسيار بور الكامبو، هي بتحب تتنزه او تتفسح في الكامبو، الحقل، يبقى لازم ساعتها استخدم بور الكامبو. طيب el domingo por la tarde veo el partido en la televisión، يعني الحد في المساء انا هشوف المباراة في التلفزيون. انا قلت في المساء او فترة بعد الظهر، انا كده معرفتش امتى الساعة كام، لكن انا قلت عامة في فترة بعد الظهر انا هتفرج على الماتش في التلفزيون. طيب aquí tienen ropa para niños. هل هنا لديكم ملابس للأطفال؟ aquí tienen ropa para niños، يبقى هنا انتوا عندكم ملابس من أجل الأطفال، يبقى لازم استخدم para ساعتها. طيب todavía estás hablando por teléfono. todavía estás hablando por teléfono، يعني هل لازلت تتحدث في التليفون؟ هنا وسيلة، قلنا por teléfono يبقى تاخد por على طول. طيب él luchó y murió por la libertad de su país. هو حارب ومات من أجل حرية بلده، يعني بسبب الحرية اللي كان بيدافع عنها دي هو مات وحارب ومات، يبقى ساعتها هستخدم بور. يبقى él luchó y murió por la libertad de su país، ساعتها استخدمت بور عشان هو السبب في ان هو مات كان السبب في ان هو حارب ومات كان حرية بلده. طيب كده احنا خلصنا الأمثلة بتاعتنا، يا رب تكون وضحت لكم أكتر الفرق ما بين بور وبارا. فهنقول تاني: para quién es esto؟ es para mí. Adiós y gracias por todo. ¿Para qué quieres el dinero? Este autobús pasa por la Plaza Mayor. Vendré mañana para ayudarte. Yo compré un libro por solo 30 euros. A María le gusta pasear por el campo. El domingo por la tarde veo el partido en la televisión. Aquí tienen ropa para niños. Todavía estás hablando por teléfono. Él luchó y murió por la libertad de su país. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا. اتمنى تكونوا فهمتوا بور وبارا ويكون الفرق دلوقتي بالنسبة لكم واضح. وانتوا برضو حاولوا تحطوا بور وبارا في بعض التطبيقات وانتوا بتعملوا جمل علشان تسهل لكم برضو انكم تعرفوا الفرق ما بين الاتنين. كده الدرس بتاعنا خلص، وإن شاء الله نكمل حروف الجر مع بعض في سلسلة الدروس بتاعتنا. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم.